طلاق الفنان احمد السقا من زوجته مها الصغيره. موضوع على السوشيال ميديا قالب مواقع التواصل الاجتماعي وقالب السوشيال ميديا من امس امبارح، والناس كلها بتتكلم على الخبر دوت، وهو طلاق احمد السقا من زوجته مها الصغيره. طبعا خبر مؤسف، والكلام ده عايز اقول لكم حاجه. من حوالي بالظبط كده بتاع شهرين ثلاثه لما طلع اخبار على السوشيال ميديا عن طلاق احمد السقا ومها الصغير وطلعوا كذبوا الكلام ده، كنت عملت لحضراتكم حلقه وقلت لكم مفيش دخان بدون نار. يعني ايه مفيش دخان بدون نار؟ هقول لكم سبب الطلاق. يعني بالمعنى الاصح مفيش حاجه اسمها ان هيطلع خبر على السوشيال ميديا اشاعه الا لما يكون ليه بوادر. يعني الناس مش هتقوم الصبح من النوم مثلا تبتكر فيديو وهو طلاق احمد السقا من مها الصغير الا لما يكون في حاجه ظهرت او حاجه بانت ادت لهذا الامر. في حاجه ظهرت او حاجه بانت وادت لهذا الامر. فزي ما قلت لكم ان فكره الطلاق بتاعه احمد السقا من مها الصغير هي فكره تم طرحها من حوالي بتاع 5 6 شهور، وناس كتيره جدا اتكلمت وقالت لك وطلعوا كذبوا وقالوا لك الكلام ده ما حصلش واحنا مستمرين مع بعض. لكن منذ ساعات قليله جدا جدا نزل خبر على السوشيال ميديا بفيديو ببوست طبعا للفنان احمد السقا ان هو متطلقين، وطلعوا متطلقين من 6 شهور. طلعوا متطلقين زي ما بقول لحضراتكم من 6 شهور، يعني مش من دلوقتي بس، في طلاق بينهم الاتنين من 6 شهور. فقلت لكم ان طلاق احمد السقا من مها الصغير ده مش وليد لحظه، وسبق وتحدثنا في الامر ده قبل كده سابقا، وقلت لكم مش وليد لحظه، ده طبيعي ان يحصل طلاق، لان الخبر ده تم ترويجه من حوالي بتاع 5 6 شهور زي ما قلت لحضراتكم، والناس كلها اتكلمت والحق ده في طلاق، وطلعوا هم كذبوا الامور ديت. لكن الغريبه هنا جواز 26 سنه، جواز 26 سنه ينتهي بطلاق. بستغرب. يعني ناس عاشوا مع بعض 26 سنة، حياتهم مستقرة وكويسين، وما كناش بنسمع أي حاجة نهائيا عن أحمد السقا ولا عن مها الصغير نهائيا. الموضوع ينتهي كده بسهولة بالطلاق. يعني ناس فضلت متجوزة المدة دي كلها، يجي الموضوع بسهولة كده بعد جوازهم ده كله وبعد حياتهم دي كلها ينتهي بالطلاق. امر غريب جدا جدا. يعني انا بستغرب من ناس مثلا عايشه مع بعضها كويس والحياه بينها وبين بعض كويسه والدنيا بينهم وبين بعض كويسه، يجي بعد كده ينتهي الحوار بينهم وبين بعضهم بطلاق. امر طبعا غريب جدا جدا وامر عجيب جدا انا مستغربه. وكان طلعت الاشاعه دي زي ما قلت لحضراتكم من فتره، واتقالوا ان هم اتطلقوا، لكن هم طلعوا كذبوا الموضوع دوت وقالوا الموضوع دوت مش حقيقي، احنا ما اتطلقناش واحنا لسه مكملين مع بعض، وكل اللي بيدور على ساحه السوشيال ميديا ده امر مش حقيقي. لكن كنا طلعنا تحدثنا في هذا الامر وقلت لحضراتكم ان هم اتطلقوا، ان هم اتطلقوا، حصل طلاق. ايه سبب بقى الطلاق؟ طبعا كلام كتير جدا. اللي هيطلع يقول لك احمد السقا خانها، اللي هيطلع يقول لك اصل الحياه فيها مشاكل، هتسمع كلام كتير جدا. لكن الغريبه ان ناس عايشه مع بعضها 26 سنه، حياتهم مستقره، متزوجين وحياتهم جميله، ويتطلقوا. فده امر عجيب وغريب جدا جدا، امر عجيب وغريب، وانا ذات نفسي ككريم مستغربه بصراحه. دي كانت حلقتنا النهارده على قناه الناقد والمنقود لايف للاخبار الفنيه. بنشكر كل اخواتنا وحبايبنا مشاهدين ومشتركين قناه الناقد والمنقود لايف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.